صباح الياسمين حبايبي، وحشتوني جدا. عاملين ايه؟ صاحيه الصبح لا بيا ولا عليا، لقيت اللبن اللي عندي راب. اسكت ابدا. قلت اعمل لهم شويه عيش، حاجه كده معتبره، واضحك عليهم واقول ان انا جايباه من الفرن. مفيش رغيف مقبش معايا. هفتح لكم واحد وتشوفوه من جوه عامل ازاي وتحكموا. حاجه كده عظمه. والرغيف دلوقتي بقى بجنيه وربع، ينفع للسندوتشات، ينفع للسحور، ينفع لأي حاجة انتي عايزاها. شايفين المنظر؟ حاجة تشرف. والأهم من ده عجبتهم جدا جدا. مكونات بسيطة وما خدش معايا وقت، وحاجة طعمها تحفة. لا، وبنص كيلو دقيق بس عملت كل الكمية اللي قدامكم. ده غير اللي اتاكل لما طلع، لأن البنات عندي ما صبروش. شايفين الرغيف قابب ازاي؟ مسوياه في الطاسة مش مسوياه في الفرن. مسوياه رغيف برغيف. هوريهولكوا كله قب معايا. ولا رغيف ما فتحش، ولا رغيف ما قبش. ريحة وطعم خطيرة. ينفع للساندوتشات وهم رايحين المدارس، ينفع جدا للسحور، ينفع لو انت عندك ضيف وحطيتيه جنب الاكل كده. حاجة رهيبة. حاجة فعلا فعلا هتشرف. تعالوا بقى نصلي على النبي في الايام المفترجة الحلوة، ونسمي الله واوريك انا عملته ازاي. البولة الواسعة بتاعتك، وهنزل بكوبايتين اتنين من اللبن اللي وانا بسخنه كان راب مني. فحطيت، خدت منه كوبايتين اتنين وحطيتهم في البولة الواسعة. عليهم معلقتين اتنين سكر. والمكون السحري بتاعي بقى معلقة خل، بيخلي العجينة هشة وطرية وجميلة جدا. لو جربتيها هتستخدميها في كل العجائن. وكيس خميرة فورية، كيس كامل، ورشة ملح. وهبتدي اقلب المكونات دي كلها مع بعض لحد ما الخميرة تدوب تماما. ما يبقاش ظاهر عندي اي تكتلات للخميرة عشان تتفاعل مظبوط. وهفكركم ان حتى اللبن الرايب كمان يكون دافي. دوبت الخميرة في اللبن. هغطي بقى الخليط بتاعي ده واسيبه لمدة ما تقلش عن ربع ساعة او اكتر شوية، علشان احنا في الشتاء عملية التخمير بتاخد في الشتاء وقت اطول من الصيف نظرا لبرودة الجو. سيبناه ربع ساعة. تعالي نرجع نبص عليه ونشوفه كده. كده الخميرة بتاعتنا مظبوطة، اتفاعلت معانا وعليت شوية عن اللبن. ده بيكون القوام المظبوط بتاعها، وكده اعرف ان شاء الله العجين بتاعي هيطلع مظبوط. ابتدي اضيف باقي المكونات. هنزل بخمس اكواب معيارية من الدقيق، او على الميزان 500 جرام، نص كيلو دقيق. دي تاني كوباية، تالت كوباية، رابع كوباية، وادي الكوباية الخامسة. وهقلب الخليط بالسباتيولا عشان المكونات السائلة تمتزج مع الدقيق، وان الدقيق يشرب كل السوائل اللي موجودة، او الخليط اللي انا عاملاه، الميكس اللي انا عاملاه. انا هحس بيها وانا بقلبها اصلا ان الدقيق طري جدا معايا، العجينة طرية جدا معايا. كده خلاص الدقيق بتاعي شرب كل المكونات السائلة. هبتدي بقى اعجن بايدي والم كل الدقيق اللي موجود في جوانب البولة الكبيرة بتاعتي. لميت الدقيق وعجنتها، هي هتطلع بتلزق شوية معايا. هحطها على الرخامة واكمل عجن عشان تشوفوا القوام بتاعها بالظبط عامل ازاي. عجينة بتلزق في ايديكي بس في نفس الوقت ايديكي نظيفة. يبقى كده وصلنا للقوام المظبوط. هستمر في العجن من 4 ل6 دقايق تقريبا. ودي خطوة مهمة لنجاح العجينة معايا. زي ما انتوا شايفين اهي، زي ما قلنا بتلزق في ايديكي بس ايديكي نظيفة. هجيب بقى بولة واسعة شوية، وهنزل في البولة بشوية زيت صغيرين خالص. وبالفرشة بتاعتك وتوزعي الزيت في البولة كلها علشان العجين ما يلزقش فيه لما يخمر.
وهجيب العجين وبنفس الفرشة هدهن وش العجين بالزيت. وبالشرينك بقى غطي العجين بتاعك علشان ما يكونش فيه اي تسريب للهواء، تحكميها كويس فتخمر معاكي كويس. اذا اتأكدت ان مفيش اي تسريبات، وهتغطيها بفوطة تقيلة شوية وهنسيبها لمدة ما تقلش عن ساعة علشان احنا في الشتاء. يستحسن كمان لو حطيتيها في حتة ضلمة هتخمر معاكي بتبقى احسن بكتير. ساعة كده ونرجع نشوف العجين بتاعنا عامل ازاي. طيب عدت الساعة على خير، تعالوا بقى نشوف العجين عامل ازاي. هو كده خمر واترفع معانا زي ما انتوا شايفين. هنشيل الشرينك، وعشان احنا دهنين الوش زيت الشرينك بيتشال معانا بسهولة، ما بيلزقش في العجين زي ما انتوا شايفين. وبرضو العجين هيطلع من البولة بكل سهولة، ما لزقش فيه. شايفين اهو، عجينة هشة وطرية وجميلة جدا. هبتدي بقى اخد كور صغيرة خالص لان انا عايزة اعمل العيش صغير. لو انت عايزاه كبير كبري، بس انا عايزة اعمله صغير. وهنبتدي نكوره كده. هوديه ناحية تانية عشان يبقى واضح قدامكم. وصل معايا للقوام ده، هجيب صينية واحطه فيها، هركنه على جنب لحد ما اخلص كل الكمية اللي عندي. اعمل واحدة واتنين وتلاتة تاني قدامكم علشان تشوفوه. نكرر الخطوة تاني وتالت. حطها جنب اختها. وادي تالت واحدة، وعلى قد ما اقدر احاول اخلي الكمية قد بعضها. لو عندك ميزان اوزني عليه بحيث ان كله يبقى قد بعضه، ما عندكيش تحاولي تخلي كله قد بعضه عشان ما يطلعش رغيف كبير ورغيف صغير. خلص بقى باقي الكمية اللي عندي كلها وارجع لكم. طيب خلصنا الكمية اللي عندي، عملت معايا حوالي 16 رغيف. 16 رغيف، شوفي احنا هنجيبهم من بره على الاقل ب20 جنيه، احنا عملناه بنص كيلو دقيق بس. هغطيه بقى واسيبه 10 دقايق بس، انا مش عايزاه يخمر تاني، انا بس بسيب العجينه ترتاح عشان لما اجي افردها تتفرد معايا مظبوط. خلصوا ال10 دقايق ورجعنا. هبتدي اسحب الكور من اول كوره انا عملتها للاخر، رشه دقيق صغيره خالص 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 خالص. وهجيب القرص الكوره بتاعتي وهبتدي افردها. انا ما استخدمتش النشابه لان انا عايزاه عيش صغير، فمش مستاهل ان انا استخدم النشابه. وفي نفس الوقت مش مطلوب مني القوام يبقى رفيع، انا عايزه القوام مليان، يكون الرغيف كده ماسك نفسه مليان. فردته بايديا زي ما انتم شايفين. احاول اسوي الاطراف وافرد من جوه لبره عشان ما تبقاش حته مليانه وحته تخينه. وده القوام اللي انا عايزاه، ده السمك بالظبط اللي انا عايزاه، حاجه مش رفيعه ومش تخينه. وما اضغطش عليه قوي وانا بفرد عشان ينفخ معايا وانا بسويه. لو ضغطت جامد هتلزق في بعضها ومش هتنفخ معايا، عشان كده ما فضلتش ان انا استخدم النشابه النهارده. هجيب لكم كرة تانية وافردها قدامكم برضو، شويه دقيق وهبتدي افرد تاني، وافرد بالراحه زي ما انتم شايفين من جوه لبره، واكمل لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. بمناسبة بقى ان النهاردة عيد الام، عايزة اقول لكم كل سنة وانا وانتي وكل ام طيبة، يستاهلوا كل خير، ربنا يكتب لهم كل حاجة طيبة بحق تعبهم معانا يا رب. يا رب نشوفهم في احسن حال، ويا رب كل حد مامته متوفية ربنا يغفر لهم ويصبر قلوبهم يا رب، ويكتب لهم الجنة جزاء تعبهم. افتكروهم دايما بالدعاء، هي دي هديتهم الحقيقية سواء عايشين او ميتين، الدعوة الطيبة. ربنا يبارك لنا في عمرهم ويخليهم لينا يا رب.
ايام كلها خير، ايام كلها بركه بجد يعني. ربنا يعود علينا جميعا الايام بخير، وكمان بعد بكره رمضان واجواء رمضان الجميله، وكل سنه وكلنا طيبين، كل سنه وكلنا فرحانين. تنعاد علينا الايام بخير يا رب، وصحه وسلامه، ونبقى في احسن صحه واحسن حال. انا رصيت العيش جنب بعضه كده زي ما انتم شايفين، ما يبقاش رغيف على رغيف، وهغطيه وهسيبه، وهبتدي برضو اسويه، اسحب من الاول للاخر. الطاسه بتاعتك على النار مش مدهونه اي حاجه خالص، وتنزلي بالرغيف فيها. انا اشتغلت في اصغر طاسه لاني عامله العيش صغير، وعلى طول تقلبيه. يعني ما تستنيش دقيقه ولا دقيقتين، لا ده انت على طول مجرد ما تحطي الرغيف تقلبيه عشان ما يحمرش قبل ما يستوي، لانه بيحمر بسرعه جدا. اقلبيه تاني. طبيعي ان اول رغيف هيضايقك شويه في السوا، ما تقلقيش، كل شويه اقعدي قلبي وهتلاقي الدنيا تمام. يعني 5 6 ثواني كده وترجعي تقلبي. شايفين ابتدى يحمر اهو، هو لسه من تحت عجين، فمش عايزين جنب يبقى محروق وجنب لا. هتلاقيه بدأ ينفخ معاكي بسيط، ارجعي اقلبي تاني، وارجعي اضغطي بالراحه كده على الاجزاء اللي بدأت تنتفخ معاكي. شايفين بدأ ينفخ اهو، اضغطي بقى كده عليه واقلبي واضغطي برضو. كل ما بتضغطي كل ما بينفخ معاكي، عشان ما يطلعش ملزق معاكي. لما الرغيف بينفخ كله تعرفي انه خلاص استوى. شايفين المنظر اهو. وبرده تقعدي تقلبي علشان الجنب بتاعه ما يتحرقش. كده خلصناه، اتنفخ معانا كله وخلصناه. تعالوا نسوي واحد تاني. شايفين المنظر؟ بتبقى طاسه سخنت بقى فبيحمر بسرعه قوي، فهنا برضو لازم افضل اقلبه كل شويه. دي ابتدى هو ينفخ معايا، ارجع اقلب تاني. شايفين؟ اضغط بالراحه خالص، واشتغل بحاجه ما تكونش حاده، ما اشتغلش بمعلقه معدن عشان ما تخرمهاش، حاجه تكون طريه. شايفين نفخ معايا خالص ازاي؟ كده يبقى هو استوى. فعلا والله والله مفيش رغيف ما نفخش معايا. ماشيه معاكم خطوه بخطوه، وبوريها لكم رغيف برغيف عشان تعرفوا ان الوصفه كلها كانت ناجحه. ارجع اقلب تاني، ما استناش عليها زي ما قلت لكم. كل ما الطاسه بتسخن كل ما بتحمر اسرع، عشان كده لازم اقلب كل شويه. ابتدت تنفخ زي ما انتم شايفين. هرجع اقلب تاني، وهضغط عليها لما تتنفخ عشان الرغيف كله يفتح معايا. ده يمكن تالت او رابع رغيف اسويه قدامكم عشان تبقوا شايفين. مش عايزه اكتر اكتر من كده عشان الفيديو ما يطولش اكتر. هزود لكم بقى، هوريكم العيش طالع كله منفوخ ازاي. شايفين شكله وطعمه وريحه، حاجه رهيبه. كده خلصنا الوصفه بتاعتنا النهارده. العيش بتاعي كله خلص، وده اخر رغيف حطيناه. حاجه روح تحفه، حاجه رهيبه، ومش قادره اقول لكم كمان على الريحه، حاجه كده خطيره. يا رب تكون وصفتي النهارده عجبتكم. لو عجبتكم بجد ما تنسوش تضغطوا على لايك وتشتركوا في القناه بتاعتي. اللي لسه مش عارفني، معاكم اختكم غادة سمير من قناه مطبخ دودي وماسة. يا رب تكون وصفتي النهارده وكل وصفاتي اللي قبل كده فادتكم ونفعتكم وبتستفيدوا منها، هكون بجد مبسوطه. ما تنسونيش بدعوه بصلاح الحال في الايام المفترجه دي، وانا كمان هدعي لكم. ومن هنا لحد ما نتقابل في فيديو جديد، اسيبكم في رعايه ربنا، والسلام عليكم.